عايزين تعرفوا يعني ايه مصري؟ بصوا على الفيديو ده. طلبة الثانوية العامة رايحين يقدموا في الكلية الحربية رغم كل الظروف اللي حوالينا واللي كلنا على علم بيها، رغم ان احنا مش معروف اذا كنا هندخل حرب ولا مش هندخل. بقى الاهالي لا وما تروحوش كلية حربية وانا مش مضحية بولادي، ولا لا اشوفوا لكم اي كلية تانية ادخلوها. شايفين فيديو يدرس يعني الدنيا مش هادية حوالينا، والطبيعي ان لما بتبقى الدنيا هادية والناس بتقدم في الكلية الحربية عادي، لكن لما يبقى طلبة ثانوية عامة شايفين اللي بيحصل حوالينا وكل الاعداد المهوله دي راحه، ده اعداد كبير، الفيديو يفرح القلب. رايحين يقدموا في الكليه الحربيه عشان يبقوا بيحافظوا على مصر، عشان يبقوا في خدمه مصر. بجد حاجة تفرح القلب وتعرفك يعني ايه مصري. مش يبقى خايف عشان يهرب من الجيش ولا يهرب من بلده عشان خايف ان يحصل في بلده حرب او اي حاجة، لا بل بالعكس. بصراحة يا جماعة احنا كمصريين يدرس 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 حبنا لبلدنا، ويمكن ناس كتير من الدول اللي حوالينا كتير اشادوا بحب المصريين لبلدهم، ولسه ولحد النهاردة احنا برضو محدش يقدر يزايد علينا، محدش يقدر يزايد على المصري. يعني لسه كنت بشوف من شوية اللي هم من قادة حماس ولا مش عارفه من قاده مين دول وانزحوا هم خلاص بقى، لو مفيش امل ان الدوله مش هتفتح الحدود وتهجر، فمتخيلين ان هم هيسخنوا المصريين على دولتهم، ما يعرفوش ان هم كل ما بيعملوا كده احنا نتشبث بدولتنا اكتر. فانا بصراحه فخوره ان انا مصريه، والمقوله بتاعت لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا، انا عن نفسي بقول حاجه زي كده. الحمد لله على مصر، الحمد لله على مصريتي، وبجد فخوره ومبسوطه بشباب بلدي، الرجاله واهاليهم وامهاتهم اللي حقيقي حقيقي خلفوا رجاله ومخلينهم يروحوا يقدموا في الكليه الحربيه، رغم ان احنا الظروف عندنا مش احسن حاجه. والله اعلم هنوصل لنقطه الحرب ولا مش هنوصل، ولكن كل شباب بلدي فدا ارض وطني والله، وانا كمان فداها، يعني مش بس عشان الشباب، واحنا كستات اللي نقدر نعمله نعمله، وفدا دمنا فدا بلدنا. تحيا مصر.